حلقة وبدون مقدمة. أنت خلقت للبطولات، لم يأتي قبلك فريق ولا بعدك فريق الآن. تشجيعك علي دايم وسوف أدعمك حتى الممات. كلمات لنادي الأهلي، ومين غيره فرحنا؟ الأهلي بطل أفريقيا، الأهلي بطل كاس مصر للمرة 37 في تاريخه، البطولة رقم 140. افرح، هيص، اعمل كل اللي انت عايز تعمله. الأهلي بطل الثلاثية للمرة الثانية، بيجمع الثلاثية الأفريقية والمصرية، بيجمع 3 بطولات، وللمرة الرابعة الثلاثية المحلية 2006 2005 و2006 و2006 و2007 و2016 و2017. دي الثلاثية المحلية. لكن السنة دي بيجمع بين الثلاثية فيهم بطولة أفريقية. ألف مبروك لجماهير نادي الأهلي والنادي الأهلي والكابتن موسيماني وللاعيبة كلها، ويا رب دايما متجمعين على الفرح. والكابتن كهربا، وبالعند فيك يا كابتن مروان، كان بيعاند معانا اقسم بالله. يعني ليبرو الفريق الثاني يا جماعه، مش ممكن اقسم بالله اللي بيعمله دوت، رغم ان هو بيعاند معانا بيضيع فرص بالهبل. كان عايز يضيع مننا الفرحه ديت وفرحه الكاس، بس ربنا نصرنا عليه، والله العظيم ربنا نصرنا عليه. وكابتن كهربا اللي بيضيع كتير، يا كابتن كهربا انشف شويه، انشف شويه. في الدقيقه 65 هدف، ولا اجمل ولا اروع من اول لمسه. لعيب عنده مهاره، لعيب حريف، عنده كل حاجه، بس بيستخسر في نفسه. يا كابتن كهربا بالله عليك، عشان خاطر الاهلاويه بيحبوك. وبعد طبعا ماتش، يا دوب انتهينا من ماتش كاس مصر، من هنا والله العظيم 3، انا متاكد مليون في الميه جماهير الاهلي كلهم راحوا يدوروا على اليوتيوب وعلى جوجل موعد مباراه السوبر. والله العظيم انا واثق ومتاكد مليون في الميه زي ما انا بنكلمكم دلوقتي كده، ان جماهير الاهلي راح تدور على موعد مباراه ماتش السوبر. مش ممكن يا جماعه، والله العظيم جماهير بتدور على اي بطوله. لو في بطوله في الهند والاهلي داخل فيها بندور ان احنا ناخدها. الجمهور عطشان، الجمهور ما بيشبعش، جمهور النادي الاهلي الجمهور العظيم. كابتن موسيماني عامل موسم جميل، بالرغم من شويه اخطاء كده وشويه غلطات في الماتش دوت، هنقولها طبعا بعد الفرحه وبعد التهنئه وبعد الليله دي كلها. بس دي البطوله ال 18 في تاريخه، البطوله ال 18 في تاريخه، 3 بطولات مع نادي الاهلي. مفيش اداء، احنا مع بعض، بس بيعرف يكسب. كان نفسنا نقول القاضيه يا قفشه، بس الشناوي خلصها. راجل في كل الاماكن، بيفكرني ببوفو، حارس المرمى اللي اخترع ازاي يترمي على الكوره بعد ما بتتشاط. دي صفات الحراس العالميه، بوفون، وبعد كده مايكل نوير، وعندك بيتر الشيك، مجموعه حراس عالميين بينضم لهم كابتن محمد الشناوي. ليه بنقلل ان ابن بلادنا حارس عالمي؟ والله العظيم حارس عالمي بمواصفات مصريه، ربنا يحميه يا رب. طبعا كان في صوره كده، الله يرحمك يا امي في الجنه، من كابتن محمد بسام. احنا بنعتذر له، احنا بنتاسف له، معلش يا كابتن محمد بسام، الفرحه خدتنا. وانا وبالنيابه عن كل الاهلاويه وبالنيابه عن نفسي في الاول بنهدي لك الكاس، واحنا متاسفين للمره الثانيه. طبعا احداث المباراه كانت الشوط الاول استحواذ لنادي الاهلي 63%، بس استحواذ دون جدوى، استحواذ وتضييع. ما عندناش مهاجم يا جماعه، ما عندناش حد يخلص، ما عندناش حد قدام، ما عندناش حد قدام. الظهور الاول لبدر بنو، لاعبنا الجديد، يقعد يتفرج على الفرقه بياخد بطوله، يلعب اول ماتش في حياته ياخد بطوله. ناصر ماهر يا دوب مشي رجع خد بطوله، قبل ما يمشي خد بطوله. اكرم توفيق نفسه، ربنا يشفيك يا رب يا كابتن طاهر، محمد طاهر، يقوموا بالسلامه كده يا رب. النهارده يعني الدنيا كلها فرحانه، حتى الراجل مصاب بس يعني ربنا يشفيه يا رب، وقام واتحرك وفرح مع الناس وتحس ان هو متربي في جوه جدران النادي الاهلي. هو بدر بنو متربيين جوه الاهلي، مش منتقلين، لا لا لا، مش بيع ولا شراء، لا لا، دول من ناشئين النادي الاهلي، طلعوا على البطولات، طلعوا على النادي الاهلي، طلعوا عشان يحتفلوا. ياسر ابراهيم فرحه عارمه. وبنبارك طبعا لكابتن ايمن اشرف، عالمي عالمي، لعيب مدافع عالمي، مدافع بيشتغل بدماغه، مدافع بيلعب بدماغه، مش برجله بس، مش مع ان الجول اللي دخل دوت غلطته، بس يعني هو اسيست الجول، هو اللي عمل الاسيست الجول مروان محسن واللي جابه محمود كهربا. مدافع بمواصفات عالميه، بيبدا الكره من ورا، هادي على الكوره. وبدر بنو سلطان الدفاع، شبهه بالظبط. بس المشكله يا جماعه ان الاثنين دول من وجهه نظري مش هينفعوا مع بعض، لان الاثنين فاهمين كوره قوي، عايزين واحد
جامد، عايزين واحد عنيف شويه في التدخلات. بنشوف الكره اللي الناس كلها اتكلمت عليها والشد بتاع كابتن احمد علاء محدش شافه طبعا، لبدر بانون من جنبه كده واتلمست الكوره في حمدي فتحي واتحسبت فور عكسي، وده الصح. والجول الاول تسلل بتاعهم وده الصح. كابتن محمد الحنفي مباراه ولا اروع، بنحييه طبعا وبنهني طبعا كابتن طارق العشري اللي الناس توقعت ان هو يلعب دفاع منطقه. هو لعب دفاع شويه، مش هنقول على قد امكانيات فرقته لان ماتشات الكاس الفرق كلها بتبقى زي بعضها، هي فرصه بتخلص المباراه. بنحيي اللعيبه. كابتن طارق العشري فكرنا بالجيل بتاعه، عبد السلام نجاح واحمد عيد عبد الملك والفرقه الجميله ديت، وعبد الحميد بسيون ومحمد حليم، فريق كتيبه كانت تخش كاس مصر تخوف اي فرقه. ومعاهم كابتن طارق العشري مدرب، كابتن طارق العشري اللي اخذ كاس مصر قبل كده، بنحييه طبعا. مدرب جميل جدا، هو محتاج بس ان هو حظ يمشي معاه شويه مش اكتر. طبعا في وقت الفرحه ديت والدنيا دي كلها مش هينفع نعمل الفقرات بتاعتنا ذات كل مره. احنا بس محضرين صوره كده لواحد عزيز علينا قوي، واحد من الناس اللي احنا بنحبها قوي قوي قوي. هنشوفوها مع بعض كده ونرجع لبعض تاني. طبعا كابتن مؤمن زكريا، ومين غير كابتن مؤمن زكريا اللي وشه حلو علينا، يا رب يخليه لينا كده يا رب دايما ويحتفل معانا بالبطولات، اللي وشه حلو علينا. كنا بنشوف كابتن محمد الشناوي في عز الفرحه يا جماعه، الود اللي بينهم دوت والود اللي بين اللعيبه ربنا يديمه يا رب. يمكن هي دي الروح الحلوه اللي بين الفريق. كابتن محمد الشناوي ماسك التليفون وبيكلمه لايف في عز فرحته مش ناسيه. بنشوف كابتن كهربا بيكلم كابتن وليد سليمان لايف وفي عز فرحته مش ناسيه. اخوات، زي ما قال كابتن حسام غالي قبل كده ان هم اي حد بيخش النادي الاهلي بيبقى واحد منه، بيبقوا اخوات كلهم، بيبقوا كلهم اسره واحده. وده يمكن اللي معلي النادي الاهلي، واللي فيه فرق تانية كتير مش عارفه توصل لكده. النادي الاهلي جامد يا جماعه. النادي الاهلي بيحقق البطوله 140 في تاريخه. طبعا نجوم الاهلي طبعا المعتزلين والناس دي كلها والمشجعين الكبار بعد بركيات تهنئه للعيبه كلها. طبعا كابتن محمد ابو تريكه بيهنئ النادي الاهلي وجماهيره ومنزل تويته مخصوص لقفشه بيقول له قفشه بيه رصيدك اسمعنا. طبعا الكلام ده احنا كجماهير بعد الماتش لكن ساعه الماتش بنبقى متضايقين وعايزين نشتم قفشه وما جبتش ليه وكده، بس خلاص بمجرد الماتش ما خلص خلاص اتفكينا. كابتن قفشه طبعا لما جه كابتن ايمن اشرف يشوط الكوره انا كنت بتمنى ان اللي يشوطها قفشه، لكن برضو قدر الله ما شاء فعل، هو شاط الكوره الخامسه وضيعها، واللي شالنا الشناوي الراجل احسن حارس مرمى في افريقيا السنه دي. لعيب بيلعب بمزاج. كابتن حضري هناه وقال له الف مبروك وتستحقها. طبعا نجوم العالم العربي كلهم هنوا النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. هو ده الاهلي يا جماعه اللي بيفرحنا دايما، ويا رب دايما متجمعين على البطولات. وفي نهايه الحلقه النهارده ما تنسوش تدعموا اخوكم الاهلاوي بلايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.